كشف الجاني محمد التيجاني. بالقبر العتيق. كيف نصدق التيجاني هذا الذي يقترح في كتابه كل الحلول عند آل الرسول، يقترح فتح أسواق للبغاء لتفريغ الشهوة الحيوانية، لعل هذا من بركات هدايته. أما كون الأئمة عندكم هم الكعبة وهم القبلة. لحظة تتهم الرجل بحاجة يقول فيها أعوذ بالله، يعني انت ما دعيت تهمني باشياء قلت اعوذ بالله وانا حقول صح. طيب انا حديك وقت كامل ترد عليه. لا ما ردت على ذاك يا اخي انت برضه في كلام على فاطمه كلام بس واحد يقول له افتح البغاء غير يقول رايك في سيدنا فاطمه. فاطمه يعني يا ودي غير والله هذه اكبر. طلع عندك دليل على كلام؟ طلع عندكم، طلعوا الكذب. عندك دليل على كلامك يا عبد الرحمن؟ انا ندعو فتح هذا في كتابه لعنة الله على من يقول بذلك. كل الحلول عند آل الرسول، وأذكر أنه صفحة 293، وللأسف اليوم لم آتي بالكتاب. للأسف. وهو موجود وأنا أباهل على ذلك، والله هذا موجود عندي. الكتاب هذا أنا الذي جبته، مش التيجاني جابه حتى ما يدعي شيء. يقول يحكي في النص هذا يتكلم الدكتور التيجاني عن مشكلة التعامل مع المسألة الجنسية للشباب في العالم العربي، غير أن في المجتمع العربي الإسلامي فرطنا في مسألة الجنس، فأهلكنا مجتمعنا بالعقد النفسية والكبت الجنسي والممارسات السرية والتلهف على المرأة بشهوة حيوانية قاتلة. وقد تفطن العلماء والفقهاء المسلمون لهذه الحقيقة، فأفتوا من الأيام الأولى في صدر الإسلام بوجوب فتح محلات مخصوصة للممارسات الجنسية وإفراغ الشهوة الحيوانية. وقد وجد الفقهاء، يقول التيجاني، لهذه الظاهرة فتوى أكسبوها شرعية إسلامية وسميت عندهم سد باب الذرائع، بمعنى أنه أحسن وأفضل من أن يتهجم الرجال على المحصنات من النساء والفتيات العفيفات، فلا يجد الرجل بعد هذه المحلات ذريعة يتذرع بها أمام القاضي في حالة تلبسه بجريمة الزنا. فكل فتاة أو امرأة ضبطت متلبسة وثبت أنها تتمعش من الخناء، فإن القاضي يضعها في تلك المحلات العمومية فتصبح مومسة محترفة تحمل بطاقة مهنية ويحميها القانون وتدفع على ذلك ضريبة إلى الحكومة. وهذه المحلات قد وجدت من صدر الإسلام ولا زالت موجودة في كل البلدان العربية والإسلامية بشكل نادر، بل قد تجدها متعددة بعدد المدن في البلد الواحد. يعني تقول العلماء المسلمين أجازوا هذا؟ طبعا. مين؟ طبعا علماء السنة عندنا في فتوى يسكت عليك. واحد من صدر الإسلام. أولا أنا ما دعوت كما يدعي، ما قلت افتحوا محلات. أنا نحكي على الواقع الإسلامي. أين هذا الواقع؟ احنا عندنا أنا أشجع على أنا ما دعوت لهذا. أنا نضحك على هالفتاوى التي أنا صغير ونتعدى أمام المحلات العمومية في قفصة وفي توزر وفي نفطة وفي كل قرية، ونسأل ليش هذا يقولوا لك هذاك ما هو حلال لأنه سد باب الذرائع. بس هنا مش في معرض السخرية. هنا ليست في معرض السخرية. هنا لا مش سخرية، هنا في معرض ما أنا الأقرب الأول قلت حرموا زواج المتعة، فحرموا زواج المتعة الذي أباحه الله، واضطروا لفتح المحلات الخناء. العلماء أفتوا العلماء فيها. أفتوا من؟ أنت كذبت على الأزهر. اذكر واحد هو يكذب على تونس، يكذب على الأزهر. تعرف لماذا؟ إن هو سألوك هل تعرف عالم واحد أجازها؟ أفتى بذلك. أنت هذيك كانت حرام والناس عارفينها حرام. ما تشير إليها دون ما نفصل فيها، هي حرام معروفة حرام. نعم هذه في من المالكية يقولوا سد باب الذرائع. من عهد الإمام مالك. ما عليك ابن أنس، أنا نقول له من عهد مالك ابن أنس. شيء ثاني مش في شيء ثاني مش في هذه. كثير من الأشياء. لحظة دكتور. أنا ما أتكلم. هذا الكتاب هو نفسه كتاب كل الحلول الذي كان يترضى فيه عن أبي بكر وعمر، وهذا قبل أن أهتدي. هذا يدل على كذب هذا الرجل وعدمه. كذبك انت وياه كذابين دجالين. كذابين الدجالين تقلبون الحقائق بفتوى. ما تستحق فتوى بين الناس كل. هذا أعمال الحكام وليس العلماء. هذا من العلماء. لا ما كانوا حكام. تكذب على علماء. لا تونس ما لها علاقة بالموضوع. ما لها علاقة. ما تذكر اسمها خلاص. اوكي الآن نسمع.